الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة محبوبة جدا. كان كل ما يطلع على المسرح يضحك الناس من قلبها، بس هو كان بيمسح دموعه وهو نازل من المسرح. اتعرض لصدمات كتير بس ما استسلمش، وفي نهاية حياته اختفى عن المشهد ومفيش حد عرف عنه حاجة، وفضل صابر وساكت سنين. خليك معايا عشان اللي جاي ما يتصدقش. والشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة سيد زيان، وأسرار في حياة سيد زيان، وحادثة أمه اللي قلبت حياته، ومرض أخته. اسمه الحقيقي سيد زيان عطية سليمان. اتولد في 17 أغسطس 1943 في حي الزيتون في القاهرة، من أسرة بسيطة. والده كان موظف ووالدته ست بيت متدينة جدا بتحب بيتها وأولادها. الفنان سيد زيان كان أصغر إخواته، كان متدلع شوية بس في نفس الوقت شايف الهم بدري. أول صدمة في حياته كان لسه طفل لما حصلت حادثة مرعبة لأمه. اتكعبلت على سكة القطر وهي نازلة تجري عشان تلحق توصل الأكل اللي طبخته لولاد بنتها المريضة اللي كانت بتساعدها. كانت بتطبخ الأكل وتروح تجري توديه عشان تأكل ولاد بنتها. وبسبب الحادثة دي أم سيد زيان فقدت عين من عينيها لأنها فضلت خايفة على الأكل إنه يقع، وما حمتش عينيها لما وقعت عشان كانت خايفة على أكل ولاد بنتها مش على نفسها. وبسبب الحادثة دي أمه قعدت شهور في السرير تتألم، وسيد زيان وقتها كان صغير لكن كان بيحاول يضحكها ويعمل حركات، يقلد صوت الجيران، يغني بصوته الطفولي عشان يخفف عنها الألم. وكان دايما فاكر كلمة أبوه الأخيرة اللي قالها له قبل ما يموت: انت خلاص دلوقتي بقيت راجل البيت، خلي بالك من أمك وإخواتك. أما بقى الصدمة التانية كانت أخته الكبيرة اللي كانت في مقام أمه التانية. جالها مرض نفسي جديد بعد وفاة خطيبها، ودخلت بعدها في حالة اكتئاب حاد. كانت بتصرخ فجأة وتكسر حاجات في البيت. سيد زيان كان بيجري يهديها ويحضنها ويقول لها أنا جنبك، ما تخافيش يا أختي. كل الصدمات دي خلت شخصية سيد زيان تتكون بدري، بقى حساس جدا وبيحس بالناس من غير ما يتكلموا. دخل مدرسة الميكانيكا والطيران وتخرج منها فني طيران، واشتغل في هيئة الطيران المدني. بس طول الوقت ده كان بيقول لنفسه انت مش مكانك هنا، مكانك في المسرح. وبدأ يمثل في المسرح العسكري، وهناك اكتشفوا موهبته وكان بيضحك زمايله ويمثل أدوار كوميدية لحد لما دخل عالم الفن اللي بجد. وبعد كده قدم استقالته في بداية الستينات لتتحول الهواية إلى احتراف، وانضم إلى فرقة الهواة مع الفنان عبد الغني الناصر، وحصل على أول دور كوميدي في مسرحية إعلان جواز، وبعده دور بارز في مسرحية حركة واحدة أضيعك مع المخرج نور الدمرداش. وكانت انطلاقته الكبرى في مسرحية سيدتي الجميلة، واشتغل مع نجوم كبار زي سمير غانم وجورج سيدهم وشويكار وعادل الإمام. وشارك في مسرحيات مشهورة جدا منها المتزوجون، وسنة مع الشغل اللذيذ، والغبي أنا. وشارك في السينما في فيلم المتسول، والموظفون في الأرض، والمحفظة معايا، وإزاي تسرق مليونير. وكان ليه شكل مميز وضحكة سهلة وجسم مليان وصوت قوي وسرعة بديهة. اتجوز وخلف 7 أولاد، كان بيحبهم قوي وبيحب أسرته جدا. ومن أولاده بنته إيمان اللي بقت داعية دينية مشهورة. وكان دايما بيقول الشهرة مش كل حاجة، أهم حاجة إن أولاده يكونوا محترمين. في آخر التسعينات جاله جلطة في المخ، دخل بسببها في غيبوبة، ولما فاق ما كانش قادر يتحرك ولا يتكلم. الدكاترة قالوا إنه مش هيعيش كتير، بس عاش 15 سنة بعدها. وبدأت مرحلة جديدة في حياته، وحفظ القرآن الكريم لمدة 13 سنة وأتم حفظه، وحقق حلم أبوه إنه يحفظ القرآن الكريم. وبعد سنوات من العلاج الطبيعي والعلاج في المملكة العربية السعودية بدأ يخف ويمشي في سنة 2011، لكن ما رجعش للوسط الفني مرة تانية، وتوفى في 13 إبريل 2016 وهو عنده 72 سنة.
واللي كانت بترعاه في مرضه بنته إيمان، اللي أكدت ده في مكالمة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي إن والدها كان مرتاح وسعيد ومبتسم في آخر لحظة ونطق الشهادة مرتين. وقالت كمان إن والدها الفنان الراحل سيد زيان كان بيرفض الظهور للإعلام ولو بالصور، حتى لما كانت حالته الصحية كويسة ما كانش يحب إن الجمهور يشوفه وهو مريض. سيد زيان عاش تحدي من الطفولة، أبوه اللي مات وهو لسه صغير، وأمه اللي عملت حادثة وفقدت عينيها وفضلت تتألم قدامه، وأخته المريضة. ورغم كده فضل قوي وفضل يضحك ويضحك الناس. اتربى وسط وجع بس ما بخلش علينا بالضحك، وقع لكن قام تاني وكمل. لو انت حاسس ان الدنيا مقفلة في وشك وبتمر بظروف صعبة، افتكر سيد زيان، ما استسلمش وتحدى الظروف، ورغم الألم قدر يضحك ويضحك الناس وبقى فنان مشهور لسه فاكرينه لحد النهاردة. في ختامي بقولك اقوى واجمد وتحدى الظروف لانك قد التحدي. وبفكرك ما تنساش تعمل شير للفيديو، يمكن يوصل لحد محتاج يسمع القصة دي دلوقتي، يمكن يراجع حساباته ويقوى ويكون قد التحدي. وشكرا.